السلام عليكم يا جماعه. لو انت لسه خارج من علاقه عاطفيه، كنت انت الطرف المأذي في العلاقه، كنت انت الطرف اللي بيقدم كل حاجه للشخص اللي قدامك عشان العلاقه دي تكمل، لكن في الاخر العلاقه ما كملتش، سواء كان بقى هو نهى العلاقه لان هو مش مقدر قيمتك، او انت اللي قررت تنهي العلاقه لانك تعبت من التصرفات السيئه اللي هو بيعملها. في الاخر يا جماعه هي بتبقى مرحله صعبه جدا، من اصعب المراحل اللي بيعيشها الانسان على مدار حياته حرفيا، لكن بالرغم من كده بتلاقي نفسك مش قادر تبطل تفكير في الشخص ده، مش قادر تشيله من راسك، طول الوقت مالي دماغك، طول الوقت مالي وقتك، طول الوقت بيجي في بالك، يمكن كمان بيعدي عليك ايام بتحلم بيه وانت نايم، بالرغم ان انت عارف ان انا مش عايزك، انا مش عايز اكمل معاك حياتي، انا عايز انهي العلاقه دي، لكن بالرغم من كده بتلاقي نفسك طول الوقت بتفكر فيه. ده يا جماعه معناه ايه؟ ده ليه دلالات معينه. اول دلاله معانا يا جماعه حاجه ليها علاقه بعلم الباراسايكولوجي. علم الباراسايكولوجي اللي هو ما وراء علم النفس، وكعادتي في الفيديوهات انا ما بحبش اعقد المصطلحات على المشاهدين، لكن خليني اقولها لك بكل بساطه. ده معناه ان الشخص اللي قدامك ساعات بيبقى عنده صراع ما بين العقل والقلب. يعني ايه؟ بكل بساطه يا جماعه، هو عقله عارف ان انت شخص كويس جدا، هو عقله عارف ان انت بتقدم فاليو وقيمه كبيره جدا ليه، لكن في الاخر هو قلبه مش عايزك، هو مش بيحبك، او هو طماع، او هي واحده نرجسيه، ايا كان يا جماعه، ده موضوع تاني خالص انا بنتكلم فيه بعدين. بس هي او الشخص اللي قدامك ده قلبه مش عايزك لكن عقله عايزك، فهو بيبقى في صراع نفسي كبير جدا، وبسبب الصراع النفسي ده بيفضل قاعد طول الوقت يفكر فيك ما بين ان هو انا اخدت القرار الصح ان العلاقه دي تنتهي ولا لا، انا اخدت القرار الصح ان انا ابعد عن الشخص ده ولا لا. هو بتلاقيه طول الوقت بيفكر ان هو كان المفروض يكمل معاك ولا يمشي. بيكون في صراع في نفسي كبير جدا بشكل مش طبيعي. بسبب الصراع النفسي ده بيحصل حاجه اسمها تخاطر ذهني. التخاطر الذهني ده اللي بيخليك انت بالتبعيه تفكر فيه طول الوقت، لكن في الحقيقه انت ما بتكونش عايز تفكر فيه، لكن بسبب تفكيره الزايد فيه. الدلاله الثانيه يا جماعه هي الشعور بالندم. الشعور بالندم بعد المرحله الاولى والصراع النفسي ما بين بقى العقل والقلب، هو في الاخر ممكن بيستقر في فكره الندم، بيشعر بالندم، بيشعر فعليا ان المفروض انه ما كانش يخسرك، بيشعر ان المفروض كان يحافظ عليك، بيشعر ان المفروض كان يقدم لك حاجات كتيره جدا في العلاقه هو ما قدمها لكش، وبسبب كده هو خسرك، فبسبب كده بيعيش لحظه ندم بشكل مش طبيعي. الندم ده بيسيطر عليه بشكل خرافي حرفيا. كلنا عارفين يعني ربنا ما يكتب الندم على حد، بس الندم حاجه من الاحاسيس السيئه جدا اللي الانسان ممكن يشعر بيها في حياته. فبسبب الندم اللي هو بيبقى عايش ان هو خسرك، وبسبب الندم على الايام الحلوه، وبسبب الموضوع ده بيقعد يفكر طول الوقت انا كان المفروض اعمل ايه عشان خاطر ما اخسركش، عشان خاطر ما اخسرش الانسان الكويس. فبسبب كده برضه بيحصل نفس الفكره اللي اتكلمت عليها في النقطه الاولانيه، وهي التخاطر الذهني، فبالتالي بيفضل يفكر فيك طول الوقت. الدلاله الثالثه معانا يا جماعه هي المشكله طالعه من عندك انت، المشكله من جواك انت بيبقى صعبان عليك نفسك، صعبان عليك الوقت والمجهود والفلوس والذهن وكل حاجه قدمتها في العلاقه. فيا جماعه العلاقات دي لو انت فعليا كنت الطرف الكويس زي ما انا بتكلم، والله انت بتبقى استثمرت كتير جدا، بتبقى اديت من وقتك ومن صحتك ومن ذهنك ومن فلوسك ومن كل حاجه انت بتملكها عشان خاطر العلاقه دي تكمل. فانت بيبقى صعبان عليك المجهود اللي انت اهدرته ده في الاخر، واكتشفت ان انت اهدرته على حد ما يستحقش. فالموضوع مش بالساهل انك تنساه، مش بالساهل انك تتخطاه. ده بالتبعيه في اللاوعي عندك، في السبكونشس مايند عندك، هيبتدي يخليك ان انت لوحدك تفكر في الشخص ده، تفكر فيه تلقائيا لانك انت استثمرت فيه وقت كبير جدا. وده على فكره من الحيل والالعاب اللي بيستخدمها النرجسيين في السيطره على الاشخاص اللي قدامهم، وهي فكره انه بيخليك تستثمر كتير جدا من وقتك ومن ذهنك ومن طاقتك معاه، فبالتالي بيبقى صعب عليك جدا ان انت تنساه، بالرغم ان انت عارف ان هو اذاك، بالرغم ان انت عارف ان هو شخص ما يستحقكش وكل حاجه، لكن بيبقى صعبان عليك الوقت والمجهود. يعني خلينا ادي لك مثال بسيط. لو انت في حاجه استثمرت فيها جنيه، هيبقى سهل عليك تسيبها وتمشي، صح؟ لكن تخيل لو انت حطيت مليون جنيه في حاجه معينه، هيبقى سهل عليك تسيبها وتمشي؟ ابدا، هيبقى صعبان عليك المليون جنيه اللي انت دفعتها، برغم ان انت ممكن تبقى شايف ان المليون جنيه بتاعتك دي بتخسر، صح؟ بس بتقول لا، في الاخر انا دفعت مليون جنيه، انا مليون جنيه دي تعبت فيها جدا في حياتي عبال ما جمعتها. هي نفس فكره بالظبط العلاقات العاطفيه، هو انت بتستخسر المجهود والطاقه اللي انت بذلتهم مع الشخص اللي قدامك ده، برغم ان انت بتبقى عارف ان هو شخص سيء، ما بتبقاش سهله عليك انك تنسحب وتمشي وتسيبه. الدلاله الرابعه معانا هي فكره الحشريه. يعني ايه الحشريه؟ يعني بيبقى الشخص اللي قدامك بيفكر فيك كتير، بس مش بيفكر فيك عشان هو بيحبك ابدا خالص. اللي بيحبك يا جماعه كلنا عارفين اللي بيحب حد بيعمل ايه، هو بيفكر فيك كتير عشان هو بيحشر نفسه في حياتك، هو عايز يعرف انت بقيت عايش ازاي دلوقتي، هل انت مبسوط، انت زعلان، انت تخطيتني ونسيتني ولا لا، انت عديت الايام دي، انت لقيت واحد تاني او لقيت واحده تانيه بدل مني، يعني انت عوضتني في حد تاني اخذ مكاني ولا لا. فبالتالي بيفكر كتير جدا في فكره هو عايز يعرف اخبارك ايه، فبسبب كده برضه بيفكر فيك كتير. فاي حاجه
حاجه يا جماعه يعني بتخلي الشخص اللي قدامك يفكر فيك كتير، بالتبعيه انت بتلاقي نفسك بتفكر فيه. هم دول يا جماعه الدلالات الاربعه اللي بيفسروا فكره ان انت طول الوقت عمال تفكر في الشخص اللي قدامك بالرغم ان انت عارف ان هو شخص اذاك. عشان كده خليني اقول لك في الاخر كده نصيحه مهمه جدا تساعدك انك تتخطى الشخص ده. طبعا ده على السريع كده يا جماعه، لكن هيبقى في فيديوهات تانية هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. عشان تقدر تنسى شخص معين لازم تفهم اللي انا هقول لك عليه ده دلوقتي. لازم تفهم، سيبك من اللعب النفسيه والالعاب الوهميه كل اللي بتحصل حواليك دي. خليك راجل واقعي. الشخص اللي قدامك لو عايزك كان حافظ عليك من الاول. الشخص اللي قدامك لو فعلا باقي عليك وباكي عليك ما كانش عمل فيك اللي عمله اللي خلاك تزهق منه وتمشي، ولا كان جه قال لك انا مش عايزك، ولا حتى ما كانش شاف قيمتك. الشخص ده لو عايزك هيتصل بيك، عنده رقم تليفونك، عنده بيانات السوشيال ميديا بتاعتك، هيقدر يرجع يبعت لك لو هو فعليا عايزك او هو فعليا ندمان او هو فعليا اتغير. فطالما هو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي ما تشغلش بالك بيه. دي اول نصيحه. تاني نصيحه اقولها لك فكره اشغل حياتك بنفسك. اشغل حياتك بنفسك، يعني ما تفكرش غير في نفسك. لما يجي في ذهنك تفكر في الايام اللي مضت والمجهود اللي بذلته، مجهود وراح، في الاخر انت صرفت 10 احسن ما كنت تصرف 20 و30. ضيعت من عمرك سنه، سنتين، 10 سنين احسن ما كنت تضيع 20. فكر بالطريقه علميه وفكر بطريقه واقعيه واشغل نفسك بحياتك واشغل بنفسك بدنيتك. وبص حواليك في الدنيا هتلاقي في حاجات كتير حواليك ممكن تتعمل. اشغل نفسك برياضه، انزل جيم، روح العب رياضه عامه، مش لازم تلعب رياضه يعني تروح الجيم. روح مارس هوايه جديده، اقرا كتب، اعمل اي حاجه، ركز في شغلك زياده، افتح لك سبسيدري وورك، اعمل لك يعني حاجه كده سنويه تزود دخلك. اشغل نفسك بحاجات تانية كتير هتخليك تنسى الشخص ده خالص. وخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا والله العظيم، خليك واثق في حاجه معينه جدا. ربنا يا جماعه هو اللي خلق الكون ده، وربنا هو اللي عارف لو انت فعليا شخص كويس. ربنا هيبعد عنك الشخص السيء مهما كان عدى العمر. حتى لو انت اتجوزت الشخص ده والشخص اللي قدامك ده سيء، سنه 2 3 10 ربنا هيبعدك عنه. انت بس خليك كويس، خليك عارف في الاخر ربنا هيبعد عنك الناس الوحشه، وربنا هيبعت لك بنت الحلال او ابن الحلال اللي هيعوضك الايام اللي فاتت دي كلها. لو عايزين تعرفوا ازاي تتخطوا مرحله ما بعد الانفصال فشوفوا الفيديو اللي طالع قدامكم ده. سلام عليكم.